السلام عليكم. طبعا زي عنوان الفيديو نتكلم عن علامات اكس. لو انت عامل اكس او انت مغير حاجه في البابل شيت، او اللي هي الحاجات اللي هي الشائعه في الناس ممكن تعملها في البابل شيت وهي بتعلم. اول حاجه لو انت ظللت بس يعني التظليل طالع سنه بره الشكل البيضاوي، معرفش هو عندنا كان كده، بس المفروض يبقى دايره كده. لو حد جاب مسطره او اي حاجه، ممكن يكون حد لا قدر الله عنده رعاش او كده. الشكل البيضاوي لو انت طلعت سنة بره البتاع، هل بتتحسب؟ اه بتتحسب عادي، ادام انت معلم السؤال ومش عامل اكس عليها بتتحسب. الحالة التانية لو انت عامل اكس على دايرتين او اتنين شكل بيضاوي، وعملت صح على واحدة. يعني لو انت في واحدة من الاتنين انت عاملهم عليهم اكس عملت صح، هل هتتحسب؟ الله اعلم، معرفش، ما جاوبتهاش قبل كده. انا كنت دفعة السنة اللي فاتت ما جربتش. بس هو لو هما زي ما بيقولوا الجهاز بيصفر ورقة بتطلع، معنى كده ان في انسان اللي بيستخدم اللي بيتحكم في الورقة بتاعتك. لو الانسان ده، او مش الانسان، هو قانوني ما تتحسبش كتعليمات والكلام من ده، بس ممكن يعني شايفك عامل صح وكده يديك الدرجة، فده انت ونصيبك. بس هي كقانوني انت ملكش حاجة، لو نقصتها عادي. الحالة بقى التالتة، لو انت عملت اكس على الاتنين غلط واخترت واحدة صح، هي اللي موجود في البوكلت واحدة اكس واختار واحدة صح، دي برضو محصلتش معايا علشان منفتيش واقولك بتتحسب. هقولك برضه نفس النظام، لما الجهاز يصفر تطلع اللي بيمسك الورقة بإيده زي ما هما بيقولوا إن الجهاز بيصفر لما تلاقي إكس، وبتطلع تعلم يدوي، ممكن يحسبها لك. وارد لو هو بيعمل كده، ممكن ما يحسبهاش ليك، ممكن قانوني لأ. هو في البوكلت بتاعك قالك ايه؟ دايرة وعليها اكس اختار التانية، مقالكش اتنين، فما نعرفش. الحالة بقى الأخيرة اللي هو موجودة في البوكلت وكل الناس بتتساءل هل دي بتعلم صح ولا لأ؟ اه بتعلم صح. لو انت عملت اكس على غلط واخترت الصح دي بتتعلم. دي حصلت معايا في اللغة العربية، 4 أسئلة، اتنين بدرجتين وسؤال بدرجة وخدت 6 درجات. وفي الأحياء سؤال بدرجة وخدت الحمد لله بدرجة وجبت 51 من 60 في الأحياء. ونقصوني سؤال في المقالي مكانش المفروض ينقص. يعني هو بيقول لي جي اتش بيأثر على ايه؟ قلت له على الخلايا بتنقسم، بيساعد على تكوين الخلايا الجديدة والكلام من ده. هو في النموذج عازل عظام، انا ما كتبتلوش، بس انت كتبتله اللي هو التعريف بتاعها، خلايا العظام كتبتله تعريفها. يعني اديني الدرجة كنت جايب 52 يا عم كان احلى. ودي نهاية الفيديو. لو محتاجين حاجة تاني بخصوص الامتحانات، او لو انت عايز بعد النتيجة ان شاء الله تعرف انت يعني ايه الكليات المسموحة ليك من قبل التنسيق، يعني نزل فيديو ليها. هي بتبقى ترتيبات، اول 9000، وبعدين 3000، وبعدين تقريبا 4 5، وبعدين 2003. انت بقى وتقسيمتك، اول 9 طب بشري، بعدين تقريبا 2000 أسنان، وبعدين تخش بقى في علاج طبيعي لحد 17,000، 17 أو 18,000. يعني هو من أسنان لحد 11، يعني الطب باشا أول 9 وبعدين 2000 لحد 11. ده من 11 لحد 19 أو 18 ده بيبقى آه اسمه ده علاج طبيعي. الصيدلة تبقى لحد 23,000 حاجة زي كده. ده بتعرف ترتيبك في موقع بتعرفك الترتيب بتاعها، الترتيب بتاعك على الجمهورية وكده، اللي بتستخدمهم وتعرفه ويديك أصلا الكليات المتوقعة وكده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد.